كيفكن؟ شو أخباركن؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير وانتوا عم تشوفوا هذا الفيديو. فيديو اليوم حبيت شوي غير بالألوان المعتادة أو اللوكات الثقيلة واللوكات اللي دايما بنعملها، واخترت لون أورانج مع موف لحتى يكون لوك صيفي، وكنوع من التغيير نعمل آيلاينر موف بدل آيلاينر الأسود. طبعا هون كمان رح فرجيكم اللوك بالرموش الطبيعية، كمان بيطلع كتير حلو، خصوصا إذا انتي رموشك كثيفة وطويلة أكتر مني حتى. وبس طبعا لكم الحرية تحطوه مع رموش أو بدون رموش. وحضرت عيني، حطيت كونسيلر على منطقة تحت العين وفوق العين، وثبتت كل شي بلوس باودر لحتى بلش هلأ وحط الظلال. رح اخذ هذا اللون من باليت جيمس تشارلز، ورح حطه بهي البراش اللي بيجي شكله هيك مدبب، ورح حطه على منطقة الكريس. هاي البراش كتير منيحة لحتى تركز لي اللون بالمنطقة اللي أنا بدي إياها يتركز فيها، وبنفس الوقت تنثره على الأطراف، يعني تركزوا بالتبويزة تبعيتها، وبقية الشعيرات اللي على أطراف التبويزة بتعمل على أنه تنشر اللون على أطراف المكان اللي أنا بدي ركزه فيه. وبهي الطريقة بيطلع اللوك مدموج وبنفس الوقت مركز بالمنطقة اللي أنا بدي إياها. ومثل ما شايفين طريقة الدمج هي روحة ورجعة على اللون بحركة خفيفة، ما تمسكوا البراش وإيدكم تقيلة، امسكوها بحركة خفيفة أو بإيد خفيفة عفوا. وأكيد بنهاية العين رح أعمل هيك سحبة خفيفة. وطبعا أول شي نبلش اللون خفيف ونزيده شوي شوي لنوصل للون اللي نحن بدنا إياه. ومن نفس الباليت رح أخذ هذا اللون البنفسجي ورح أعمل فيه آيلاينر. رح أرسم الآيلاينر بالطريقة العادية اللي بنرسم فيها الآيلاينر، برش مسطحة. اسحب خط من نهاية الرموش السفلية وارجع أوصل هذا الخط بالرموش العلوية. مثل ما شايفين عم غمقه شوي شوي وحدده شوي شوي. هي الطريقة اللي عم برسمه فيها. وبعدين رح بلش أرسم كمان خط رفيع على خط الرموش، بحيث انه يضل عندي منطقة الجفن المتحرك فاضية من المكياج او من الظلال، وخط الرموش يكون عليه خط ايلاينر بلون الموف. ومثل ما ملاحظين مموه عم يطلع، وانا اكيد رح ارجع ادمجه كمان. شوفوا كيف بنفس البراش اللي اخذت فيها اللون الاورانج هلا بتكون نظيفة، يعني ما ضل عليها شي. رح ادمج اللون الموف لأنه أنا ما بدي إياه يكون محدد كتير، بس بدي إياه يكون محدد بس عند سحبة العين. أوكي، فهون إذا لاحظتوا لما دمجت اللون خفت السحبة، فرح أرجع كمان غمقة شوي، وبعد ما رجعت وغمقتها شوي رح أرجع أدمجها كمان شوي لحتى أوصل للون أو للشكل اللي بدي إياه، إنه ما محدد كتير بنفس الوقت ما مدموج كتير. وطبعا كل ما حسيتوا انه اندمج كتير وبدكم اياه شوي محدد اكتر، ارجعوا خذوا لون موف وارجعوا ادمجوه. ورح ارجع من نفس الباليت اخذ هذا اللون الازرق النيلي واخلطه مع اللون البنفسجي اللي حطيته اول شي، وحطه على خط الرموش السفلية. ما حبيت اخذ اللون الازرق لحاله، حسيت رح يطلع كتير ألوان متعاكسة، أزرق وبنفسجي وبرتقاني. حبيت أخلطه شوي مع البنفسجي ليعطيني بنفسجي مزرق ويكون متناسق أكتر مع اللوك. وكمان رح أحط هذا اللون بمدمع العين على خط الرموش السفلية. إذا أنتم حابين تحطوا هايلايتر بمدمع العين حطوا، أنا بالنسبة لي حبيت وصله لبداية العين كنوع من التغيير. وبس هلأ رح نفض هذا الظلال المتساقطة تحت عيني، وهذا هو اللوك. حبيت احط له كحلة سودا بقلب العين لانه حسيته كتير باهت بدون لون غامق. ما بعرف شو بدي اشرح لكم اياها، بس حسيت انه بده شي غامق، الالوان كلها فاتحة، بده حركة غامقة لتظهر جمال اللوك اكتر. فحطيت كحلة سودا بقلب عيني، ومسكرة كمان على رموشي السفلية ومسكرة على رموشي العلوية. وبس هذا هو الشكل النهائي للوك بدون رموش. ان شاء الله يكون عجبكم وان شاء الله تكونوا حبيتوه. وهلا رح فرجيكم كيف رح يكون شكله كمان مع الرموش. اذا حابين تحطوا رموش فهيك رح يكون شكل اللوك مع الرموش، وطبعا لكم الحرية اذا بدكم تحطوه مع رموش او تتركوه على رموشكم الطبيعية. وبهيك بكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم. إذا حبيتوا واستفدتوا منه ما تنسوا تعطوا لايك وتشاركوه مع رفقاتكم، وأنا إن شاء الله بشوفكم بفيديو جديد. باي.